سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. غادي نبداو نهارنا بواحد الكاس ديال القهوه وباش نصحصحوا مزيان، وغادي نشارك معكم افكار وصفات. جمعت لكم مجموعه من الافكار والوصفات في هذا الفيديو، وصفات كنت شاركتها معكم قبل في فيديوهات مفصله ونعاودوا نشاركوها ان شاء الله. هنايا كان هنا عندنا حليب خاص بالقهوه، صراحه كيعطي واحد الطعم رائع وما كنحتاجوش نغليو الحليب ولا اي حاجه، ويكون خفيف صراحه في ناحيه الدسم. هنا كنت حضرت البانكيك لابني، يمكن هذه اخر حبه لانه فيها حبه واحده ديال البيبي ديال الشوكولاته. انا البانكيك كندير فيه بواحد الطريقه سريه، حبوب الشيا، زريعه الكتان، مرات كنرمي حبوب الشوفان ايضا بواحد الطريقه ما يشوفهاش ولي، وبالتالي كنحضر له بانكيك بطريقه صحيه. واذا حبيتوا انا كنت شاركت معكم الوصفه ونشاركها معكم مره اخرى، وانا بصراحه كنفضل فطور صحي. خبز ديال الشعير والقمح شاركته معكم مرارا وتكرارا، وكندير فيه حبوب الشيا، زريعه الكتان، سمسم، الحبه السوداء، كل شيء متوفر عندي. يكون حبوب متوفره عندي كنديرها في هذا الخبز، وبصراحه مثل ما كتشوفوا كيجي رائع وصحي ولذيذ وخفيف، ما تحسوش بتأنيب الضمير وانتم كتاكلوه. وايضا كنحضر بعض المرات المسمن ولكن بالقمح الكامل، كندير فيه حتى شي حاجه، فقط طحين القمح الكامل بزيت الزيتون، كيجي رائع ولذيذ وسهل، اسهل من المسمن العادي اللي بالفورس والسميده او الفينو، وخفيف وصحي وما يكونش فيه الزيت بزاف، ومثل ما كتشوفوا مورق وفيه النخاله وصحي. انا كنشجعكم بصراحه تفادوا الطحين الابيض، يعني لانه مجرد سم، لانه كيتحول الى سكر في الجسم وما عنده حتى شي فائده. دائما نحاولوا ناكلوا واحد الاكله صحيه وما نحسوش بتأنيب الضمير وحنا ناكلوها حنا والعائله ديالنا. هنا كنحضر الكران. كران صراحه معروفه المنطقه الشرقيه، وجده كران وبارده مع الباقيت، صراحه وجبة لا يعلى عليها. معروف أيضا في شمال المغرب، طنجة والشمال، وأيضا في الجزائر. هنا عندي شاركت معكم الوصفة قبل ولكن غادي نعاودها. عندي تقريبا واحد 300 غرام ديال طحين الحمص، ضفت له شوية ديال الملح، غادي نضيف بيضة. الوصفة اللي شاركتها معكم قبل مختلفة شيئا ما، ولكن بهادو بزوج بصراحة كيكونوا ناجحين بحال كران ديال اللي كيتباع في الزنقة تماما. ضفت واحد نصف كوب ديال الزيت النباتي، وغادي نضيف الماء تقريبا واحد اللتر ونصف ديال الماء بالنسبه لهاد الكميه ديال الطحين ديال الحمص. مرات انا كنضيف البيضه مرات ما كنضيفهاش، ولكن من الافضل نضيفها، يعني اضافه صحيه فقط. كشفتوا الخماره ديال الحلوى انا غنضيفها من بعد. كنخلطوا كلشي مره واحده لانه غادي نحطهم في المولينكس او الطحانه ديال العصير. نخلطوا مزيان المكونات. غادي ننقل هذا الخليط الى، تقولوا علاش ما درتيش مباشره، لانه ما غاديش يكفيني وفي نفس الوقت ما غاديش يتخلط مزيان. ممكن ديروا السوائل الاول وعاد ديروا طحين الحمص في هذا الكاس ديال المولينكس وتخلطوا، لكن ماشي مشكل. نفس الطريقه ديال البغرير كنخلطوا في البدايه المكونات من بعد نقلوها الى طحانه ديال العصير. المهم هي كتشوفوا هذا الرغوه، غادي نرجع لهذا الاناء وغادي نضيف خميره ديال الحلويات، مرات نضيفها مرات لا، ولكن هي اضافه صراحه كتزيد تنجح الكران اللي كنحضروا فيه البيت باش يجي بحال تقريبا النتيجه ديال الكران ديال الزنقه. كنخلطها وانا ما كنطيبوش مباشره، كنخلي واحد نص ساعه كيرتاح باش داك الطحين ديال الحمص يرتاح. اختي كتعطيني واحد النصيحه، كتقولي سخني الصينيه الاول في الفرن
وعاد حطي فيها الخليط. مرات كنديرها مرات لا، ولكن بصراحه كيجي زوين يعني ناجح. مرات كنحمرو من الفوق من البدايه وعاد نطيبو من التحت، وهاد المره طيبته من التحت وحمرته من الفوق. ومن نطفيه نقدر نرش عليه الكمون ونرجعوه للفرن. هو مطفي غير باش داك الكمون يعطي النكهه ديالو، ولا بلاش حتى تقطعوه وترشوه بالكاران ترشوه بالكمون، الفلفل او البابريكا او الهريسه، وتاكلوه مع الباغيت. وانا ما كانش عندي الباغيت، واذا كانت عاوتاني بريده العصير ديال بريده صافي تكون تحسوا براسكم كون جالسين في وجده وتاكلوا كاران. المهم كنت حضرت في نفس اليوم الكسكس بالقرعه الحمراء والجزر والتفايه، بصراحه حاجه رائع ولذيذ. وللاسف الصوره النهائيه ما صورتهاش لانه بصراحه حطيت كانوا صراحه وليداتي جيعانين وحطيت لهم بسرعه، بصح جا واعر. اذا بغيتو نشاركو معكم مره اخرى. وفقط هذه واحد اللقطه. هنايا هاد القط المشاغب قاعد كيتفرج المسلسل ديالو المفضل، هي عصافير في القفص بعيدة المنال اللي كيبقى جالس النهار كامل هو كيراقب فيهم وما كيقدر يدير حتى شي حاجه. في البدايه كان خايف من العصافير من جبناهم، دابا كيجالس وكيتفرج وكيخطط، ولكن في الاخر ما يقدر يدير حتى شي حاجه. نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم. اذا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك باش تشجعوني باش نشارك معكم فيديوهات اكثر، وصفات، افكار. غنشارك معكم واحد الكيكه رائعه صحيه ما فيهاش كاع الطحين، فقط البيض، حتى الزيت ما فيها والو تقريبا، غير واحد 3 مكونات وصحيه ومفيده. كانت كديرها واحد جارتي بصراحه زوينه بزاف. غنشاركها معكم، نحضر المكونات ونشاركها معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ما تنساوش ديروا اللايك باش تشجعوني ونشارك معكم افكار ووصفات صحيه ان شاء الله. الى اللقاء.